مساء الخير. كل ما نسمع على قصص العشرية السوداء نقولوا أنه هذه القصة أو الجريمة أو المجزرة أفظع وأبشع، لكن كل ما نتعمقوا ونسمعوا قصص واحد أخرين نتأكدوا باللي كاين قصص ما تخطرش على قلب بشر، قصص تقول مستحيل أنهم صراو وجازت على الجزائر. اللي جاز على الجزائر ماشي سهل، وقصص كيما هادو ندو منهم العبر ويكونوا عبرة للأجيال اللاحقة باش ما يطيحوش في نفس النفق اللي دخلنا فيه بداية من التسعينات إلى نهاية الألفينات. والحمد لله على نعمة الأمن والأمان، والحمد لله على أن الجزائر بلادنا ونفتخر ونعتز ببلادنا. مستحيل أي مواطن واحد آخر يقدر يحس لأنه الجزائر هي اللي عايشة فينا وليس العكس، لأنه عرفنا قيمة التضحيات اللي ضحينا من أجل تراب هذه البلاد. القصة تاع اليوم صارت ما بين الشلف وولاية تيسمسيلت في المكان المسمى البلايك. الطريق هذه صارت فيه أحداث بزاف، وكان من أصعب الطرقات لأنه كاينين يديروا فيهم ديفو باراج. والقصة تاع اليوم على واحد الشرطي من ولاية تيسمسيلت. الشرطي هذا كان يخدم في العاصمة وكان يطول باش يجي بيرميسيون للعائلة ديالو. راكم عارفين الطريق صعيبة هذاك الوقت. واحد النهار في 1 أفريل 1997 البوليسي هذا دا بيرميسيون ديالو وجاب الطاكسي من ولاية الجزائر العاصمة إلى ولاية الشلف. حبط يركب في واحد البلاصة واسمها البقعة. هاد البقعة كانوا الطاكسيات تاع ولاية تيسمسيرت يركبوا لتما باش يطلعوا لولاية تيسمسيلت. ركبوا في الطاكسي الجماعي اللي يركب 7 بلايص وقلعوا. كي لحقوا لمنطقة البلايك صابوا باراج زيروهم جنب الطريق، والبوليسي كان قاعد في الوسط. البوليسي عرف وفاق بلي هذاك فو باراج. الحمد لله البوليسي كان ذكي وفطر وعنده سرعة بديهة. خلاوهم حتى جاو لعندو عادي، وجا واحد الإرهابي منهم قاعد يبدا يسقسي فيهم. البوليسي مباشرة جبد الكابوس تاعو وتير عليه 2 ضربات الصدر، حطوا لتما ميت. وهاد الجماعة اللي كانوا معاه كيسمعوا الرصاص مفهموا والو، ولاو الناس كامل اللي حابسينهم من قبل كل واحد وين كان يجري. والإرهاب ولاو يطيروا بشكل عشوائي لأنه ما عرفوش منين جاهم الصوت تاع الرصاص، لأنه كاين بزاف سيارات حبسونهم من قبل. البوليسي غير ضرب برصاص حلوا البيبان وبداو هربوا قاع يديك الناس. الارهاب هنا الناس اللي كانوا قدامهم بداو يذبحوا فيهم، واللي كانوا بعاد بداو يتيروا عليهم. والبوليسي هنا كان هو تاني كان تقاس. بعد ما هبط للغابة وبداو يتجاراو كان يجري بأقصى سرعة ويحبس ويلهد، وهو يستنى غير شوية يريح ويعاود يكمل، وهرب مع اللي هربوا. قاعد يرجع حتى الحق لواحد الدوار قريب من بلاصة تاع البلايك. شافوا واحد الراجل وهو كان متقاعد في الجيش وكان خبير في هاد الأمور. دخلوا لدارو وخباه. وهاد البوليسي كانوا تابعينه 8 من هادوك اللي ما يتسمعوا. وهاد الدوار كانوا أصلا كانوا مسلحين. هذاك البوليسي حكالو واش صرالو، وهذا المتقاعد كان مسلح، وحتى جيرانه اللي كانوا معاه لأنه أغلب اللي كانوا ساكنين في هذا الدوار كانوا خدموا في الجيش الشعبي. وهادوك اللي ما يتسمعوا كانوا يخافوا يدخلوا لهذاك الدوار لأنه عارفين أنه أغلب سكانها مسلحين في هذاك الأثناء. دخلوا للدوار شدوا معاهم 8 من هذوك الناس اللي ما يتسمعوا كي ما قدروش عليهم. هربوا. هذاك البوليسي قعد مع هذاك الراجل، بات مع هذيك الليلة وكلوا وشربوا وبيتوا معاه. سكان الدوار هذيك الليلة كامل قاعدين عساسين على دوارهم. غدوة من داك راحوا للمدينة وديكلاراو. والبوليسي في هذاك النهار سلك، لكن المواطنين بزاف ماتوا في هذيك الفبراج. هذوك الجماعة حلفوا على هذاك سكان الدوار. المتقاعد كان عارف باللي مستحيل انه راح يخلوه، على باله باللي راح يعاودوا يولوا لعنده وعلى الدوار. حمل قشو غدا من داك الصباح وغدا غير الحاجه اللي يحتاجها وولاده وعائلته. راح لولايه الشلف، موراها يبعتوا جماعه تاع
الدوار ديالو لحقوا له الخبار انه قالوا له هذيك الليله اللي خرجت فيها نتايا زدموا لدارك كيما لقاوكش حرقوا لك دارك قاعدك. المتقاعد قال لهم بحار عليهم، الحمد لله سلكت الروح البوليسي وسلكت الارواح تاع هذاك الفبراج ولا 1997. ومن هذيك الحادثه منطقه طريق البلايك ولات صعيبه بزاف. وفي نفس السنه 1994 وفي نفس المنطقه زادوا داروا فبراج ولقاو على السكري مسكين هذاك الوقت هذوك الناس اللي ما يتسمعوا وذبحوه، كان جاي بيرميسيون للدار تاعهم تما، وكان من نفس المنطقة من دوار قريبة. ربي يرحمه تاني إن شاء الله. بعد ما داروا فبراج في منطقة الفلايك ذبحوا هذاك العسكري، وبداو سلسلة المجازر والقتل والتعذيب والخوف في ولاية تيسمسيلت حتى لحقنا لسنة 1997 اللي تعتبر من سنوات الجمر وصعيبة بزاف. الجماعة داروا هجوم على الثكنة العسكرية واستشهد منهم 11 عسكري مساكن، ربي يرحمهم ويجعلهم شهداء إن شاء الله وفي الجنة الفردوس. ولاية ودواوير ولاية تسمزيلت صراو فيها العجب وراحوا منها بزاف ضحايا، ربي يرحمهم ويجعلهم من الشهداء. العشرية السوداء إن شاء الله، ونتمناو وندعي ربي إنه هادو تقعد غير ذكريات مرة على تاريخ الجزائر عمرها ولا تتعاود.